الفترة اللي فاتت حاسس ان كابتن طارق اتظلم في بعض الامور يعني؟ والله الحمد لله. بص انا يعني الحمد لله بفضل دائما وابدا بقول الحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الخير، وهو اللي احنا مسيرين مش مخيرين. تمام. فاهمني؟ القصه مش محتاجه انك انت تسلم امرك لله وتسيب الدنيا على الله، وربنا هو اللي اللي بيوديك. فاهمني؟ شغلي في الاعلام فخور بيه وسعيد بيه، والحمد لله بفضل الله عملنا يعني عملنا شغل كويس قوي قوي في قناه الزمالك. وفي نفس الوقت برضو سؤال بس هنا كابتن، نقطه بس في النقطه دي. هل كابتن طارق وهو بيقول موقف او راي معين بيبقى مقتنع بيه ولا بيبقى مجبر ان هو يقوله؟ في بعض الاحيان بتبقى مجبر. في بعض الاحيان بتبقى مجبر انك تقوله، بس ما بقولش بنفس الاسلوب. بغير شويه من دي صراحه حلوه كابتن. من القصه يعني. ويمكن انا برضو اتوقفت كتير. ايوه دي حقيقه. يعني بعدت شويه، لكن انا بقالي يمكن داخل على سنه ما طلعتش في البرنامج الرئيسي للقناه. في بعض الاحيان حاجات الواحد ما كانش، وده اللي انا قلته حتى في التسريب اللي الناس سربوه يعني. وننجز صحيح ولا لا؟ انا في القطاع كابتن ان انت تطلع لعيبه ولا النتائج؟ لان النتائج كانت معروفه في الوقت ده ان يا رؤى انا ما كانش يهمني النتائج. ليه؟ انا 99 سنه، مواليد 99، خدت البطوله من النادي الاهلي. سيبك من الكلام اللي انا خدتها رسمي. كان مين موجود فيها؟ اللي انا بقول لك عليهم دول، يوسف اسامه نبيه، ده ساعه امام عاشور ده. لما قالوا مش عارف ايه وبتاع والفيلم ده. قول معايا اللهم صل على سيدنا محمد. اسامه نبيه وسيف جعفر وحاتم كل دول كانوا موجودين في 99. فيهم ناس 2001 وفي ناس 2000 كانوا بيلعبوا في 99 وخدنا البطوله. خدنا بطوله 2003 اللي فيها ماجد هاني وايشو والولاد اللي بيلعبوا دلوقتي. فاهم؟ فانت بتتكلم في بطولتين حققتهم، ومع ذلك صعدت 13 لعيب في هذا الموسم اللي انا كنت فيه رئيس قطاعات كوره، اللي هي المدرسه الاساسيه والناشئين والاكاديميات. انا مسؤول عن الثلاث حاجات دول. فانت لما بتعمل الكلام ده كله، خرجنا بره، خرجت بره محافظات مصر السنتين اللي فاتوا، السنه دي بدايه السنه دي وبدايه السنه اللي فاتت، اكتر من 20 محافظه. جبنا اكتر من 13 14 لاعب، منهم 6 في 2012 اللي كسبوني، هم اللي كسبوني دوره زد. من اقوى الدورات اللي اتعملت. تمام. كان فيها الاهلي والزمالك والمقاولين وبيراميدز وفيوتشر، كل انديه مصر. وخدنا البطوله دي. انا سافرت بنفسي. كنت بتسافر يا كابتن؟ اقسم بالله كنت بسافر. انا واسامه حسن وجمال عبد الحميد لما كان لسه ما دخلش مجلس اداره. فاهم؟ وكان معايا كام من المدربين بقى كلهم بشكرهم، تعبوا معايا، كانوا بيطلعوا في عز الحر الساعه 5 الصبح، يوصلوا مثلا المنصوره الساعه 7 ونص، يبداوا 8، من 8 ل 2، ومن 4 ل 8 بالليل ويرجعوا. فاهمني؟